أسس بالعربي. مشاهدينا أهلا وسهلا بيكم في شابتر 6 من كورس ISSE المدرب الشخصي الإصدار ال11، ألا وهو بعنوان Energy and Metabolism، يعني الطاقة والتمثيل الغذائي. من المواضيع اللي هندرسها مع بعض النهاردة رقم 1 Identify the organelles of the human cell، وهنا هنحدد ونعرف مكونات الخلية البشرية، يعني تبقى عارف كل جزء في الخلية وبيعمل ايه وليه هو مهم. رقم 2 Define and explain the three primary energy systems in the human body، وهنا بقى هنشرح أنظمة الطاقة الثلاثة الأساسية في جسم الإنسان. يعني الجسم هنفهم بيطلع الطاقة ازاي على حسب نوع وشدة التمرين. رقم 3 Describe how the energy system overlap، وهنا هنشرح ازاي أنظمة الطاقة دي بتشتغل مع بعض عن طريق التداخل، لأن مفيش تمرين واحد بيستخدم نظام واحد بس من أنظمة الطاقة، دايما في أكتر من نظام بيبقى شغال مع بعض، وده هنشوفه بالتفصيل. رقم 4 Define metabolism and energy balance and the factors that affect each، وهنا هنشرح ايه هو الميتابوليزم اللي هو التمثيل الغذائي، تقدر تقول يعني حرق الجسم للاكل اللي احنا بناخده، وكمان علاقته بالانرجي بالانس اللي هو توازن الطاقة، يعني الفرق ما بين الاكل اللي بناكله والاكل اللي بنحرقه، عشان نعرف من العوامل دي ازاي بتأثر في شكل وصحة واداء جسم الانسان. فيلا بينا بقى ورقة وقلم، ويلا بينا نبدأ الحلقة. زي ما قلنا في المقدمة ان الشابتر ده بيشرح الجسم بياخد الطاقة ازاي وازاي بيستخدمها. نبدأ هنا بيقولك the human body requires supply of energy to move and function properly، وهنا معناه ان جسم الانسان محتاج طاقة دايما بشكل مستمر عشان طبعا يتحرك ويشتغل كويس، يعني مفيش حركة ولا وظيفة من غير طاقة. وبيقولك هنا energy comes from the sun and transferred to humans and animals through the ingestion and digestion of macronutrients as plant and animal foods. وهنا عايز يقولك ان مصدر الطاقة على الكرة الارضية كله هو الشمس، وبتوصل للإنسان والحيوان عن طريق إيه؟ الشمس تدي الأشعة بتاعتها للنباتات، النباتات تنمو، الحيوانات تاكلها، الإنسان ياكل الحيوان. المهم عن طريق أكل وهضم الماكرونيوترينز دي كلها، سواء كلت بقى من الأكل النباتي أو الحيواني، بيجي لنا الطاقة بتاعتنا. يعني الأكل هو البنزين والجسم هو العربية، وإحنا بناخد الطاقة بشكل غير مباشر من الشمس عن طريق الأكل. يقولك once consumed، طالما أخدنا الأكل ده البادي بقى الجسم بتاعنا goes through a series of intricate process to break down the food and turn it into usable energy. This is known as a metabolism. بعد ما ناكل بقى الجسم بيمر بعمليات معقدة جوه عشان يكسر الأكل الكبير ده، حتة اللحمة كده بتاكلها، لحاجات أصغر ويحوله لطاقة قابلة للاستخدام، وده بقى ببساطة اللي اسمه الميتابوليزم. يبقى احنا طلعنا من هنا بتعريفين. أول تعريف الماكرونيوترينز، وقلنا ده type of food necessary in large quantities in the diet، يعني الأكل اللي الجسم بيحتاجه بكميات كبيرة عشان ينتج الطاقة في الدايت، في نظام الأكل بتاعنا. وده بيعمل إيه؟ support function and energy production، يعني بينتج الطاقة بتاعنا. أسس بالعربي. This is the most professional master trainer in the Middle East, Coach Ahmed Mega Hype, founder of Oso's Bella Rabi, a movement built to spread real fitness knowledge, helping other trainers learn the right way, through Zainab to nutrition.